السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وصفات أم آدم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم غادا نشارك معكم تحضيرات كتهنينا من الوقوف في الكوزينة. أتمنى يعجبوكم وما تنسونيش من لي لايك، واللي مازال مشترك في القناة يشترك فيها مرحبا وألف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي إن شاء الله فضلا وليس أمرا. عندي هنا كمية ديال الحمص فزقتها ليلة كاملة، وعندي القزبر والمعدنوس والكرافس غسلتهم مزيان وخليتهم تينشفوا ليله كامله وهما تينشفوا حتى كينشفوا ليا من الماء تماما. كنفرش لهم واحد المنديل وكنخليهم ينشفوا فوق منه حتى ينشفوا تماما من الماء حتى الغد. عاد وجدتهم، عاد درت لهم الهاشوار وطحنتهم. المهم حتى كنكمل هذيك الكميه كامله ديال القزبر والمعدنوس تنطحنها كنخليها جانبا. هنايا عندي الكرافس كنحيد لهم هذوك الوريقات وكنحتفظ بهذوك الجذوره، كنلسم بهم الشوربه اولا كنديرهم في الطاجين او كنلسم بهم الحريره. كنديرهم حتى في الحريره كيجيو كيعطيو واحد النسمه زوينه. نقطعهم وكنديرهم في الهاشوار وتنطحنهم حتى نكمل هذيك الكميه كامله اللي عندي ديال الكرافس تنقطعها. المهم حتى كنطحن هذيك الكميه كامله ديال الكرافس وكنديرها في بواطات تيدخلوا للمجمد. والقزبر والمعدنوس حتى هو كندير كميه في القرعه، كندير عليها الزيت، كندير انا كنحتفظ بها غير في الثلاجه لتحت. والكميه اللي غتبقى ليا كنديرها في المجمد، كنديرها في بواطات وكنديرها في المجمد. دابا عندي مطيشه سوغيز غنديرها في الطنجره وكنسد عليها نغطي عليها، ما كنزيد عليها لا ماء لا حتى شي حاجه، وكنخليها فوق البوطه حتى كطيب وتنطحنها وتنصفيها ونديرها في خليها حتى تبرد ونديرها في بواطات. هنايا عندي فلفله الوان كنقطعها مربعات، كميه كنقطعها مربعات وكميه كنخليهم اشريطه يكونوا شويه صغارين ماشي كبار، وكنديرهم في الساشيات كيدخلوا للمجمد. كنحتاجوهم في البيتزا ولا في الحشوات. ودابا الفلفله مازال شويه رخيصه في رمضان، تقدر تكون غاليه طلع في الثمن، لا هما نستغلوا الفرصه دابا ونوجدوها وكنحتفظوا بها في المجمد. ساعات اللي احتاجيناها كنجبدوها. المهم حتى كنقطع ديك الكميه كامله كنوجدها. والحامض كنقطعو دوائر على هذا الشكل وكنديرو في الساشيات وكندخلو للمجمد. عندي كميه درتها دوائر وكميه خليتها صاينه وكميه وجدت منها مركز الحامض كيجي زوين حتى هو غنشاركو معكم ان شاء الله. هنايا خديت مطيشه نوجد بها لاصوص تاع بيتزا، زدت عليها واحد 4 الفلافل حمرين، واحد حساب واحد الكيلو ولا كيلو ونص ديال المطيشه، زدت عليه 4 الفلافل حمرين، واحد الحبه ديال الخيزو ودرتهم فوق البوطه حتى طابوا ليا مزيان وطحنتهم وصفيتهم. دابا كنزيد عليها التوابل، معلقه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، معلقه ديال التحميره،
وحسب واحد 2 معالق ديال الزعتر، وحسب واحد نص كاس تاع الزيت البلديه. كنديرها فوق البوطه حتى كتقال، تعقاد ليا وتقال ما تبقاش خفيفه. وكنحتفظ بها في قريعات وكنديرها في المجمد، اولا كنديرها غير في الثلاجه لتحت لمده اسبوع اللي غنحتاج في الاسبوع. كنديرها غير في المجمد، كندير فوق منها الزيت وكنخليها في الثلاجه لتحت، والاخرين كنديرهم في المجمد. الصراحه راه كتجي زوينه بزاف. الصراحه راه كتجي واحد الصوص ديال البيتزا واعره، كتجي شي حاجه زوينه. وهادو هما التحضيرات اللي وجدت معكم، نتمنى يعجبوكم. هذا معجون الثومه راه كيجي زوين بزاف. كتحتفظي به في الثلاجه، كديري عليه الزيت باش ما يدخلش ليه الهواء، وكتخليها غير في الثلاجه الوقت اللي احتاجيتيها كتستعمليها. والقزبر والمعدنوس حتى هو كندير عليه الزيت وكنخليه غير في الثلاجه لتحت، كيبقى ليا طري. الساعات اللي احتاجيتو كنستعملو. هذه الصوص تاع بيتزا. هذه مطيشه اللي طحنت الحريره. عندي القزبر والمعدنوس والكرافس. عندي الحامض خليته حبات صاينين، الا احتاجيتو كناخذو كنستعملو. عندي الفلافل مقطعين مربعات صغار. عندي الحمص. عندي مطيشه قطعتها دوائر على هذا الشكل، وقت اللي احتاجيتها كنستعملها. ودابا مطيشه طايحه في الثمن. استغلوا الفرصه البنات ووجدوها على هذا الشكل بحال هكا وديروها في المجمد. هنايا عندي الفلافل مقطعاهم اشرطه متوسطين الحجم. عندي الحامض قطعته دوائر على هذا الشكل بحال هكا. المهم هادو هما التحضيرات اللي وجدت معكم، نتمنى يعجبوكم. ونستغلوا الفرصه، دابا مطيشه نازله في الثمن. خذوها البنات ووجدوها وديروها في المجمد، وقت اللي احتاجيتوها راه كتستعملوها. ونتمنى يعجبوكم هاد التحضيرات اللي وجدت معكم. وما تنسونيش من لي لايك، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك، فمرحبا والف مرحبا. ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. ونخليكم مع لا فيديو، ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.